يلا النهاردة بقى نعمل مع بعض طاجن لحمة بالبصل بصوص يتاكل قبل اللحمة. مش هتشبعي منه، طاجن هيشرفك كده على السفرة. مبدئيا كده انا جبت بصل، بس بصل كتير، قطعته شرايح رفيعة خالص. كمية البصل دي على كيلو ونص لحمة. آه حوالي كده حطيت عليهم 3 بصلات كبار. بس هجيب بقى معايا حلة على النار، احط فيها معلقتين سمنة محترمين كده، عشان انا اللحمة عندي حمرا ما كانش فيها دهون كتير. النار تكون عالية والحلة تكون سخنة، هنزل اللحمة تاخد صدمة، وبعدين لما تتحمر هقلبها على الجنب التاني عشان برضو تتحمر وتقفل المسام بتاعتها وما تنزلش مية. انا هنا حسيت ان النار واطية والعين صغيرة، فنقلتها الناحية التانية على العين الكبيرة عشان حسيت ان هي هتنزل المية بتاعتها. اهو نقلتها هنا، حطيت بقى ورق لورا وحبهان وقرنفل. والتركاية بقى هنزل بنص معلقة سكر، هتتكرمل وهتدي لون وهتدي تسكيرة حلوة قوي في اللحمة. قلبتهم كده كلهم مع بعض لحد ما اللحمة اتشوحت كويس، وبعدين بقى هنزل بالبصل. هنزل بقى بكمية البصل كلها واديهم كده تشويحة مع بعض حلوة. افضل اقلب اقلب لحد ما احس ان البصل دبل خالص، ومش هنقول اتحمر بس هيكون دبل خالص وقرب يتحمر، بس مش هسيبه لحد ما يتحمر. لما يتشوحوا كده مع بعض احط عليهم نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بهارات، ربع معلقة قرفة، ونص ورقة ماجي، واقلبهم كده مع بعض وانزل عليهم بالمية. مش هغطيها كلها مية عشان انا مش عايزاها تتسلق، انا عايزاها تتحمر وتدي لون كده بني جميل. فهحط حبة حبة لحد ما تستوي. انا حطيت هنا مية تقريبا مرتين، وهنا زودت حتة فلفل احمر بس، وظبطت الملح بتاعها كان لما دخلت في السوا. وهنقلها بقى في طاجن فخار وادخلها تحت الشواية شوية. بس ده شكلها بعد ما طلعت. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب. باي.